بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جماهير نادي الزمالك. فيديو النهاردة فيديو عن مجموعة من أخبار نادي الزمالك. معكم سامي حسن، ونبدأ على طول بأول أخبار نادي الزمالك. مران الزمالك بسيرو يجتمع باللاعبين ويخفف الحمل البدني استعدادا لمباراة زد. وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادا لاستكمال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2025. من المقرر أن يواجه الزمالك نظيره زد اف سي ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم الخميس المقبل. وعقد المدير الفني البرتغالي جوزيه باسيرو جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي. وخلال حديثه شدد باسيرو على أهمية التركيز والعمل الجاد من أجل تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وكذا أن الفريق يجب أن يواصل الأداء القوي للحفاظ على فرصته في المنافسة. كما حرص جوزيه باسيرو على شرح بعض الجوانب الخططية التي سيعتمد عليها الفريق في اللقاء المرتقب. وعلى صعيد التدريبات خاض اللاعبون فقرة تأهيلية خاصة ضمن المران الذي أقيم عصر اليوم، حيث قام الجهاز الفني بتخفيف الحمل البدني تدريجيا تماشيا مع قرب موعد المباراة. وشملت التدريبات التأهيلية تمارين متنوعة باستخدام الأدوات المخصصة لذلك، إلى جانب فقرة بالكرة لرفع الجاهزية البدنية والفنية للفريق. وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات خططية خاصة باللاعبين تم خلالها التركيز على بعض الجمل والأفكار الفنية الخاصة بخطة اللعب، وحرص باسير ومعاونوه على توجيه اللاعبين خلالها وتصحيح الأخطاء. وخاض لاعبو الفريق تقسيمة فنية بطول الملعب تم خلالها تطبيق كل الأفكار الخططية التي تم التدريب عليها. وكان الزمالك قد تعادل أمام الأهلي في المباراة الماضية بهدف لكل فريق ليرتفع رصيده إلى 28 نقطة، محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز. يا جماعة مباراة الزمالك مع زد إن شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك. مباراة تكون قوية، لازم نادي الزمالك يلعب مباراة قوية يؤدي المردود المطلوب منه إن شاء الله. دلوقتي مفيش مباراة سهلة، مباراة قوية في الدوري، كل الفرق دلوقتي بتلعب على الفوز. المفروض نادي الزمالك لازم يركز ولاعيبته تركز في المباراة ديت عشان إن شاء الله يقدموا مردود كويس، ونبني على مباراة الأهلي إن شاء الله، وبالتوفيق لنادي الزمالك. قياسات طبية لأحمد حمدي لتحديد موعد عودته للتدريبات. أعلن نادي الزمالك سفر أحمد حمدي صانع الألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الخارج خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل الخضوع لقياسات طبية بناء على تعليمات الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي. وتعرض أحمد حمدي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الزمالك ونادي بركان في شهر مايو الماضي بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية. وكشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي سيتحدد وفقا للقياسات الطبية موعد مشاركة أحمد حمدي مع الفريق في التدريبات الجماعية. صراحة يا جماعة أحمد حمدي لاعب مميز جدا، بيلعب في نص الملعب، لاعب بيأدي الدور المطلوب منه، بيعرف يربط الدفاع بالهجوم. لو في ضغط على فريق نادي الزمالك في نص ملعبه بيقدر يطلع الكرة بسهولة، مع وجود عبد الله السعيد ووجود ناصر ماهر ووجود دونجا ووجود محمود جهاد. مع أحمد حمدي لو بصينا لنا الكوكبة الموجودة من اللعبة ديت هيبقى خط وسط نادي الزمالك من أقوى الخطوط. فبصراحة إن شاء الله اللاعب، الكلام بيتقال إن هو إن شاء الله على نص تلاتة إن شاء الله نص شهر مارس ممكن يرجع ويبدأ يخش في الفريق إن شاء الله. فبإذن الله التوقع إنه في نص مارس، يعني إن شاء الله كده 20 يوم ولا حاجة، وممكن تلاقي أحمد حمدي ابتدى يخش في الفريق. طبعا مش هينزل مرة واحدة في الفريق الماتشات قوية نبقى واحدة، لا ده ممكن هينزل تدريجي. فإن شاء الله بإذن الله يكون عودة حميدة إن شاء الله للاعب، ويؤدي المطلوب إن شاء الله منه، وإن شاء الله بالتوفيق وألف سلامة لأحمد حمدي وعودة سريعة إن شاء الله. الخبر ده بتكون نهاية الفيديو بتاعنا. شكرا لكم لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.